سبيل ذلك يسر الله السبيل وسهل الطريق. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال والعسل، صباح السكر، صباح المانجا، صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا نصلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين يا حبايبي انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. المخدات دي بتاعتي معمولة جاهزة عند محمود حلمي، والستارة دي ما شاء الله. أجواء رمضان عندنا في الصلاة ازاي، والزينة والمخدات والستارة ما شاء الله. طبعا يا حبايبي انتوا سمعتوا المسحرات وهو بيسحر عشان اللي نايم يقوم يسحر. ودي منظر المطبخ بعد ما تروق، كان في طبقين وروق. وبعد كده جهزنا السحور. عملنا سحور بيض وجبنة وفول وطعمية وطماطم وخيار وحاجة بسيطة كده. متنسوش يا حبايبي دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله ونترحم على أمي وأبويا وموتانا أجمعين يا رب العالمين. انت بتعملي ايه حلو يا متغريد؟ هنعمل محشي. يعتبر مصر كلها عاملة محشي النهاردة أول يوم رمضان. الوقت أنا جايبة كرنباية ب15 جنيه. ما شاء الله شايفين، قورتها وجهزتها وحطيت على البوتاجاز مية تغلى والوقت بسلقها معاكم. طبعا يا حبايبي الكرنب ما بياخدش سليق حاجة، بيستوي على طول. والوقت بطلع معاكم الورق اللي بيستوي وبقطعه، ولازم اغسله حلو عشان لو في ترابة في حاجة من مطرح الناس ما بتحطه في السوق لازم يتشطف حلو. ماشي يا حبايبي. والوقت بقى انا بقطعه معاكم ما شاء الله. كان مسلوق جميل. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب. طبعا انا سلقت الكرنب اللي معايا كله عشان انا عملت حلتين، حله لنا وحله لمميدو. مميدو ما شاء الله بتعشق المحشي، عشان كده عملت ليا حله ولها حله. وهسلقه كله لغايه ما اخلص الكميه اللي معايا. ما شاء الله الورقه سايحه وجميله ازاي ومسلوقه حلو. دي تاني واحده، انا سلقت واحده ودي التانية. وبرضو الكرنب بيطلع على طول، ودي بعد ما خلصت سليق. شايفين يا حبايبي شكل الكرنب حلو ازاي؟ ولازم اطلعه على طول عشان ما يتريش مني. اللي لسه عايزه تتعلم السليق الكرنب ما بياخدش حاجه، بيستوي على طول. وطبعا نقيت الخضره حلو وغسلتها. وبعد ما غسلتها وسبتها تتصفى براحتها بقطعها معاكم. كنت جايبه ما شاء الله خضره كتير عشان انا بحب الخضره في المحشي كتير. وشايفين بقى انا عماله اقطع معاكم الخضره ازاي. هاقطّع كل اللي معايا، ولو فاض حاجة هاعينها في التلاجة. دايمًا على طول قُلنا نصلّي على النبي ونذكر الله، صلّوا على النبي يا حبايبي. وبعد كده أنا كنت مقلية تقلية كتير، والوقت باغسل الرز مرّة و2 و3 لغاية مَيّته ما تبقى نضيفة معايا. لازم أغسله حلو عشان ما شاء الله كمية كتيرة عشان هاعمل حلّتين. وكنت مقلية التقلية كانت جميلة. طبعًا التقلية بتحط لها إيه، بتحط لها فلفل أسمر وكمون وكزبرة وملح ومرقة و7 بهارات. ال7 بهارات دي بتخلّي المحشي ده في حتّة تانية. ما شاء الله. والوقت نزلت بالتقلية والخضرة والرز وهافضل أقلّب. طبعًا باقلّب بالمعلقة مش هينفع، لازم أنزل بإيديا وأقلّبه حلو. هو مش هينفع إلا لازم أقلّب بإيدي. وما شاء الله وكان أحمر وجميل وبألف هنا يا رب لكل اللي كَل منه. وهافضل أقلّبه حلو لغاية ما يدّيني اللون اللي أنا عايزاه. كل ما يحتاج صلصة أحط له صلصة. ما شاء الله أنا باحبه أحمر وحلو. وبألف هنا يا رب لكل اللي كَل منه. شايفين بقى إحنا قُلنا نعمل محشي ورق خاص الأول وبعد كده نعمل كرنب. طبعًا أنا ما باعرفش أحشي الورق اللي هو المحشي الخاص. أختي الله يبارك لها أم مصطفى قالت لي هاجي أعمل معاكِ. اتصلت عليها قالت لي قُلت لها ما باعرفش أعمل المحشي الخاص، قالت هاجي أعمله معاكِ. أنا بالِف الكرنب وهي بتلِف الخاص. وخلّيت الخضرة جميلة والمحشي جميل وكل حاجة فيه حلو، متشرّب حلو وكل حاجة فيه حلو. هي بتحشي الخس وأنا باحشي الكرنب. شايفين يا حبايبي؟ دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله. صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. هافضل أحشي بقى لغاية ما أخلّص الحلة بتاعتي والحلة بتاعة أم ميدو. وأمّا أخلّص خالص هنشوف هنعمل إيه تاني ورانا. يعتبر مصر كلها عاملة محشي أول يوم رمضان، أكتر الناس عاملة محشي أول يوم رمضان. وأنا زيهم عملت محشي أول يوم رمضان. وما شاء الله المحشي كان جميل. شايفين المحشية سايحة وجميلة ازاي وملفوفة حلو ازاي. ما شاء الله على لفة المحشي. طبعا أنا رحت المحل جبت فرخة. ما شاء الله جايبة فرخة حلوة كده ومعتبرة ازاي. طبعا هتقولولي يا متغريدة اشمعنى انت الفرخة بتاعتك بيجي فيها رجول كتير.
المحل دوّة أنا ماشية معاه ما شاء الله فراخه جميلة وحلوة، وطبعًا الفراخ هو عامل عرض الفراخ ب96 جنيه وهي برّه ب100 جنيه، بيت الطيور ما شاء الله فراخه حلو، وطبعًا هو خالي فراخ بانيه، عامل فراخ بانيه وطبعًا بيفيض منها رجول، قال لي تاخداها؟ قُلت له آه هاخدها أنا باحبها، ما شاء الله مسكت الفرخة غسلتها حلو بدقيق وملح وليمون ونقعتها ييجي ساعتين، وبعد كده غسلتها مرة و2 وصفيتها، والوقت باعلّق عليها تتشوّح معايا. مرة أشوّحها، مرة أعملها مسلوقة، ما شاء الله، والوقت نزلت بالفرخة معايا، ونزلت بالفرخة والرجول كلّها، وطبعًا نزلت كنت فارمة طماطم، ييجي 4 حبّات طماطم كده، ومقطّعة بصلتين وورق لوري وحبّهان، وهانزل بالملح والفلفل الأسمر، وهاقلّبها حلو وتاخد وتدّي بشكل وِدّي، هاقلّبها عشان تاخد وتدّي بشكل وِدّي، ودي شكل الفرخة معايا، لازم أهدّي عليها وتستوي إيه في عرقها كده، وما شاء الله شايفين شكل الفرخة جميلة ما شاء الله بألف هنا يا رب لكل اللي كل منها، وطبعًا الفرخة الوقت استوت وباطلّعها معاكم، وبعد كده هارُش عليها ملح بفلفل أسمر واسيبها بقى على الرخام، ما شاء الله كانت جميلة وريحتها جميلة، لازم الفراخ أمّا تطلع يا حبايبي على طول نرُش عليها ملح بفلفل أسمر، وما شاء الله دي الشوربة شايفين الشوربة عاملة إزاي، الشوربة جميلة وهاعلّق على المحشي، ولازم أهِز المحشي حلو عشان كلّه يتشرّب المحشي يتشرّب كلّه. سبيل ذلك يسر الله السبيل وسهل الطريق. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المساجد فليدركن مبدا اخلاق ولكن على الجميع ان يؤمن. طبعًا أنا علّقت على المحشي الساعة 16:00 عشان يفضل ساخن، وطبعًا لازم طبق السلطة ده في الصيام، ما شاء الله أنا باحب السلطة أوي، طبعًا غسلت حبّايتين طماطم، وكان عندي جزر وخيار وفاية خضرة من بتاع المحشي، وعملت السلطة كلّها اللي معايا، وبعد كده هاعمل عصير، لازم برضه كوبايتين عصير في الصيام، عملت عصير إيه حلو يا أم تغريد، عندي بلح كسّرت بلح وغسلته حلو، كان عندي تانج وعندي مشمش وقراصية، وقُمت عاملة كوبايتين عصير معتبرين كده. دايمًا يا حبايبي على طول قُلنا نصلّي على النبي ونذكر الله، صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. الوقت بقى قطّعت الجزر وقطّعت الخيار وأحط الخضرة وأقلّب طبق السلطة حلو وأركنه في جنب لغاية ما أشوف هاعمل إيه. طبعًا أكيد هاحمّر الفرخة ماشي، ودي شكل السلطة معانا، إلا بقى أمّا يتقلّب عليها الخضرة بقى. وقطّعت خيارتين ما شاء الله بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منها. متابعيني يا حبايب قلبي كل سنة وانتم طيبين ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب ما تشوفوا حاجة وحشة أبدا في عيالكم كفاية التعليقات الجميلة اللي بتكبر بخاطري ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علقت لي تعليق حلو ربنا يفرح قلبها يا رب وما تشوف حاجة وحشة أبدا في عيالها وتفرح بيهم ربنا يديلها طولة العمر ويبارك فيها ما شاء الله تعليقاتكم جميلة بتفرحني أوي متنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس واللايك أهم حاجة اللايك يا ريت القناة بتاعتي كده تعجبكم وتبقوا مبسوطين منها فيديوهاتي تكبر بيكم وتشجع معاكم وتدعموني كفاية دعمكم ليا دي بيخليني في حتة تانية وإن شاء الله طول ما أنا معاكم مش خايفة وبتشجع بيكم ومن دعمكم ومن تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرم منكم أبدا والوقت أنا بعمل معاكم العصير قطعت البلح ولازم البلح يتغسل حلو وقطعت البلح وقطعت القراصية وما شاء الله وحطيت التلج وحطيت السكر وهقلبه حلو واحطه في التلاجة لغاية ما يسقع وقرب المغرب هصبه معاكم ما شاء الله الصيام جميل واليوم كان جميل ولا حسينا بعطش ولا حسينا بأي حاجة ما شاء الله دي شكل العصير وانا بصب معاكم ما شاء الله كانت كوباية العصير دي بقى في حتة تانية عيالي لما فطروا شربوا العصير على طول طبعا انا صبيت العصير وهحمر الفراخ عشان ايه تبقى سخنة طبعا ما شاء الله شايفين شكل الفراخ
ما شاء الله، أنا باحب اللون الدهبي ده، ما باحبش أحمّرها عن كده، وشايفين ما شاء الله المحشي جميل إزاي، بألف هنا يا رب قُلت لكم للي كَل منه، والعصير والمحشي طبعًا أجواء رمضان ده حاجة تانية، ما شاء الله والله ما حسّينا اللي إحنا صايمين، ولا عطشنا واليوم كان جميل والجو جميل، ورامز بقى مشغّلين رامز ودلوقتي إحنا بنفطر، ما تنسوش يا حبايبي لو أول مرّة بتشوفوني دي يومياتي أنا وماما، أشوفكم في فيديو جديد. أتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم وأشوفكم في فيديو جديد هتوحشوني مع السلامة يا حبايبي شايفين بقى وأنا بوريكم المحشي كان جميل